الفيلم بيبدأ بحمزة وهو مدمن كحول، بيضرب مراته بدرو بعد الشرب كل ليلة من ساعة ما اتجوزوا من 3 سنين. بدرو بتدور على طرق كتيرة عشان تخلي حمزة يوقف شرب، ومنها انها تحاول ان هي تقوله عايزين نجيب اطفال، وحمزة دايما بيتخانق مع معظم جيرانه في العمارة عشان هم عايزين يجددوا العمارة وهو مش عايز يجدد. فبدرو بتحضر اجتماع مهم عن تجديد العمارة رغم ان حمزة حاول يقنعها انها ما تحضرش، وبيضربها تاني. زلفي اللي بيعمل شغل عشوائي في العمارة بيزور بدرو وامها وبيشوف العذاب اللي بتعانيه بدرو كل يوم. زلفي بيقدم شكوى ضد حمزة وبيتهمه بالضرب. حمزة بيتم اعتقاله بس بيوعد بدرو انه هيتوقف عن الشرب اول ما يجيبوا طفل. بعد ما بيطلع حمزة من السجن بيكمل ضرب في بدرو ومش بيتغير، وبعدين بيكتشف حمزة إن في نفس الوقت حمزة بيسأل عن مين قدم الشكوى ضده، وفي النهاية بيكتشف ان زلفي اللي قدم الشكوى وان بدرو كانت عارفة الحقيقة من الأول. حمزة بيجي للبيت عشان يعرف ان بدرو حامل وبيقعد يضربها عشان بيشك ان بدرو بتخونه مع زلفي. فبيضرب حمزة بدرو ضرب جامد وبيرميها على السلم، وده بيخليها تموت الطفل. بدرو بتزعل جدا وبتقعد تخطط ان هي هتعامل حمزة بنفس الطريقة اللي هو كان بيعملها بيها. بترجع للبيت وبتحط له حبوب منومة وبتربط ايديه ورجليه وبتعذبه وبتقعد تضربه زي ما كان بيعملها بالظبط. في الوقت نفسه رئيس حمزة في الشغل بيجي للبيت بتاعه وبيسأل عنه. بدرو بتكذب وتقوله انه راح القرية بعد وفاة والده، وبنعرف ان ام بدرو كانت بتساعد بدرو على اللي بتعمله في جوزها. فامها بتجيب حقن وبيدوها لحمزة، بس حمزة بيعرف يهرب وبيروح للشرطة بيقول لهم ان بدرو وامها بيعذبوه، بس الشرطة مش بتصدقه عشان بيبان ان هو شارب حاجة. بدرو وامها وزلفي بيروحوا لمركز الشرطة عشان ياخدوا حمزة منه، وبيقترحوا ان هم يربطوا حمزة في السكة الحديد عشان يقتلوه. فبدرو بتسجل فيديو لحمزة وهو بيهرب عشان كده تبقى اشارة ان هو انتحر، وبيربطوه في السكة الحديد. لما بيلاحظ له انها بتتحول لشخص زيه بيعرف يفك ايديه قبل ما يمشي القطر عليه، وحمزة بيخطط ان هو هيعملها نفس المعاملة، بس للأسف القطر بيموته. في الطريق للبيت ام بدرو بتقول لها ان ابو بدرو عذبها هي كمان جامد جدا حتى بعد ما بدرو اتولدت، وان هي قتلت والدها في يوم من الايام وعرفوا يتخلصوا من الجثة. وبعدين بدرو طلعت على مركز الشرطة وقدمت شكوى ان هي مش لاقيه جوزها، والشرطة ما قدرتش تلاقيه هي كمان. ام بدرو بتقعد تقول لها ان هو ده القرار الصح، ان هي سابته يموت. بعد كده بيعملوا جنازة لحمزة وبدرو بتبتسم في الاخر وبتبقى سعيدة ان هي حرة وبتشوف مستقبلها. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك، تشترك في القناة، وتكتب لي رأيك في الكومنتات.